مشكورة لله سبحانه وتعالى، مظهرة للنعمة والفرحة والسرور، وعند الضنك والضيق والشدة فهي متصفة بالصبر والجلادة. أيها المسلمون، فقد اجتمع في يومنا هذا فرحتان، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ هل نفرح بإكمال شهر رمضان بما من الله علينا ويسر علينا من صيام وقيام وقراءة للقرآن ودعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، أم نفرح بنزول الغيث وإبعاد القحط والجذب التي أيأس الناس من الحياة؟ أيها المسلمون، لكل نعمة من هذين النعمتين تستحق التبجيل والتعظيم والتسبيح والخضوع والركوع لرب السماوات والأرض. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. اللهم لك الحمد بما أنعمت علينا وما يسرت علينا من الأعمال الخيرية. أيها المسلمون، فهذا حساد شهرنا، فالعيد أتت بعد ركن من الأعمال الشاقة التي ربما تتضرر النفس بإبعادها عن الطعام والشراب، لكن عند الصباح يحمد القوم السرى، فبعد الانتهاء فالصائمون يفرحون بنعمة الله سبحانه وتعالى، ينتظرون ويرجون مغفرة الله سبحانه وتعالى، وينتظرون فرحة الأكبر والأعظم، فرحة التي لا بعدها حزن، فرحة التي لا بعدها كآبة، فرحة التي لا بعدها بؤس ولا خوف. أيها المسلمون، فكما نفرح اليوم بانتهاء رمضان، نسأل الله أن نفرح عند لقاء ملكنا وربنا وخالقنا ورازقنا وهادينا. اللهم لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما أهديتنا، ولك الحمد بما جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، الصفة الثانية التي ينبغي أن نكون متصفين بها إن أردنا التمكين والبقاء في الأرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذه صفاتنا، وهذا دأبنا، وهذه عادتنا، أن نكون قائمين لأمر الله سبحانه وتعالى، حافظين لحدود الله سبحانه وتعالى، مطيعين لنبينا صلى الله عليه وسلم، مقتدين لأمره، خاضعين لآثار السلف الصالح الذين هم صدر هذه الأمة، الذين أصلح الله حالهم بعدما تمسكوا بوحي الإلهي وطبقوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما من عز إلا التمسك بالكتاب، ما من ذل إلا الابتعاد عن حياة الله، عن حياة المنهج الله سبحانه وتعالى. أقول ما قد سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة.